موسم الانتقالات الشتوي خلاص هيبدأ، وأكتر سؤال بيتسأل صلاح هيجدد مع ليفربول ولا لأ؟ So probably I'm more out than in. So طب صلاح هيروح باريس ولا برشلونة ولا هيروح السعودية ولا هيعمل إيه؟ القادم سيكون لاعب في الدوري السعودي. ولكن وسط كل الأسئلة دي بدأت تظهر أخبار لينا إن صلاح أخيرا وصل لاتفاق مع ليفربول بعقد هنعرف تفاصيله مع بعض، فيلا بينا. في سنة 2022 صلاح كرر نفس السيناريو، ولكن ليفربول قررت تحدد تعاقدها معاه لمدة موسمين كاملين علشان العقد ينتهي بنهاية موسم 24-25، وده الموسم اللي احنا فيه. علشان مع بداية الموسم ومستوى صلاح الخرافي يبدأ كلام الجمهور يزيد، يا جماعة عايزين نجدد لصلاح، ده ممكن يمضي لأي فريق في الانتقالات الشتوية. وفي البداية إدارة ليفربول ما علقتش على أي تجديد للعقود سواء لصلاح أو لفان دايك أو حتى أرنولد اللي عقودهم بتنتهي مع صلاح. ولكن مع استمرار الموسم ومستوى صلاح الخرافي بيفكرنا بموسم 2018 وتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بفرق 4 نقط عن الوصيف تشيلسي مع ماتش مؤجل لليفربول، وتصدر صلاح لقائمة هداف الدوري الإنجليزي ب 13 هدف بعد 14 جولة بس، وكمان تاني أكتر لعيب صناعة للأهداف بعد ساكا ب 8 أسيستات، ده غير إنه هداف فريقه في دوري الأبطال وتصدره لقائمة دوري الأبطال بالعلامة الكاملة. الإدارة فاقت وبدأت تفاوض صلاح على التجديد علشان تخرج لنا صحيفة ميرور البريطانية يوم الأحد هي والصحفي ديفيد أورنستون بخبر إن صلاح أخيراً وصل لاتفاقية العقد الجديد بعد جدال كبير مع فينواي سبورتس المالكة للريدز اللي كانوا عايزين صلاح يجدد موسم واحد، لكن هو كان عايز يجدد 3 علشان يوصلوا لاتفاق أخيراً بتجديد التعاقد لمدة موسمين. وهيكون راتب صلاح الأغلى في الفريق براتب أسبوعي وصل ل 400 ألف جنيه استرليني. صلاح اللي في 7 سنين قدر يوصل ل 226 هدف في 370 مباراة علشان يكون الهداف التاريخي الثالث لليفربول بعد روجر هانت الوصيف وإيان رش المتصدر، ده غير إنه ساهم في إن ليفربول يكسب الدوري بعد غياب أكتر من 20 سنة ودوري أبطال أوروبا و6 كؤوس محلية وأوروبية. فهل صلاح بعد التجديد هيكمل على نفس المستوى ويساعد ليفربول عشان يكسب الدوري ودوري الأبطال الموسم ده ولا مستواه هيقل؟ قول لنا رأيك في الكومنتات.